السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بإذن الله تعالى هنبين بعض الأحاديث التي لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هي غير صحيحة. أولا الحديث الأول: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. وفي لفظ: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. قال الذهبي قال ابن الجنيدي: كذب وزور. قال الحافظ العراقي: حديث إسناده لين. قال الألباني: باطل لا يصح من قبل إسناده ولا من جهة متنه. الحديث الثاني: الحديث في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل البهائم الحشيش. وفي لفظ: الحديث في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. قال الحافظ العراقي: لم أقف له على أصل. قال عبد الوهاب ابن تقي الدين السبكي: لم أجد له إسنادا. قال الألباني: لا أصل له. الحديث الثالث: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. قال الألباني: لا يصح مرفوعا، أي ليس صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في سلسلة ضعيف. الحديث الرابع: أنا جد كل تقي. قال السيوطي: لا أعرفه. قال الألباني: لا أصل له. الحديث الخامس: إنما بعثت معلما. قال العراقي: سنده ضعيف. قال الألباني: ضعيف، وذلك في السلسلة الضعيفة. الحديث السادس: أوحى الله إلى الدنيا أن اخدمي من خدمني وأتعبي من خدمك. قال الألباني رحمه الله: موضوع. تنزيه الشريعة في كتابه تنزيه الشريعة للكناني، والفوائد المجموعة للشوكاني، وفي السلسلة الضعيفة أيضا. الحديث السابع: إياكم وخضراء الدمن. فقيل: وما خضراء الدمن؟ قال: المرأة الحسناء في المنبت السوء. قال العراقي: ضعيف، وضعفه ابن الملقن. قال الألباني: ضعيف جدا في الضعيفة، في السلسلة الضعيفة. الحديث الثامن: صنفان من أمتي إذا صلحا صلح الناس: الأمراء والفقهاء. وفي لفظ: صنفان من أمتي إذا صلحا صلح الناس: الأمراء والعلماء. قال الإمام أحمد في أحد رواته: كذاب يضع الحديث، يعني سلسلة السند فيها رجل كذاب يضع الحديث. قال ابن معين والدارقطني مثله. قال الألباني: موضوع، وذلك في كتابه تخريج الإحياء، وفي السلسلة الضعيفة. الحديث التاسع: توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم. قال ابن تيمية رحمه الله والألباني رحمه الله: لا أصل له، وذلك في كتاب ابن تيمية اقتضاء الصراط المستقيم، وفي السلسلة الضعيفة للألباني رحمه الله. الحديث العاشر: من خرج من بيته إلى الصلاة فقال: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، وأسألك بحق ممشاي هذا، أقبل اللهم علي بوجهه، أو يعني أقبل الله عليه بوجهه، واستغفر له 1000 ملك. ضعفه المنذري. قال البصيري: سنده مسلسل بالضعفاء، مليان ضعيف يعني. قال الألباني: ضعيف في كتابه الترغيب والترهيب للمنذري، وسنن ابن ماجه، كذلك ضعفه أيضا. ذكرنا إخوتي في الله 10 أحاديث أو 10 أحاديث لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فحبيبي في الله لا تحدث بها
ولا تنسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما تقولش الأحاديث دي قال رسول الله كذا وكذا، لأن الأحاديث دي لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن قلنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، والذي يحدث بالضعيف إنما يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجزاكم الله خيرا، ولا تنسى أن تخبر بها أحبابك وأن تنشرها بين إخوانك. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.